يسعد لي صباحكم ومساكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. ان شاء الله الكل يكون بألف صحة وعافية. اليوم رجعت لكم من جديد وقلت لحالي لازم اقول وداعا للكسل. ليش؟ لانه صار لي تقريبا مدة 3 ايام ما عم بقدر انه يعني اطبخ مثل العادة او اشتغل في بيتي او رتب المطبخ بسبب انه اجاني رشح تقيل شوي. ف بتعرفوا لما الوحدة فينا انه بتمرض شوي فامور بيتها بتتراكم عليها. لانه يعني الام هي اساس في البيت، فهي دائما اللي بترتب، هي اللي بتطبخ، هي اللي بتلم، هي كل شيء تقريبا في البيت. فهملت بيتي مدة يوم 3 ايام تقريبا، فحسيت انه صار الامر متراكم علي كتير، وبالنهاية انا يلي راح اكله وانا يلي راح لم ورتب المطبخ والبيت. فقلت لحالي صار لازم انه اقوم استعيد نشاطي وما ضل متشطحة ومالي قدرة وعم اشرب هالبابونج وهالزورات وهالشغلات السخنة حتى هيك شوي بلعومي انه يتحسن ويطيب. فقلت لحالي امي يا بنت همي على هالبيت واشتغلي وطبخي طبخة طيبة لجوزك لو وقت ما يرجع من الشغل. وهمسة خانم قال مشتهي على الملوخية، كمان حابة انه اعمل لها الملوخية. ومثل ما قلت لكم بدي لملم هيك المطبخ شوي ورتب البيت، وحابه انه تشاركوا اجوائي. بس قبل ما ابلش بدي منكم تحطوا لايك وتشتركوا بقناتي هبه نحاس، ويلا نبلش سوا. هلا من بعد ما فضيت الجلاي رح لم المرمره. شايفين اكيد واضح عليكم كيف انه صافين الجلي على المرمره. هلا هن بالعاده حرام يعني بفضوا الجلاي وبيعبوا لي الجلاي، بس كانت امبارحه مليانه الجلاي فحطوا لي اياهم هون على المرمره، ما قدروا انه يحطوهم في الجلاي، فانا يلي رح احطهم حاليا. هدول رح بلش احطهم فوق. لا ماما ما بدي، خلي لي انا، خلي لي بنتي الشطوره. همسه بتروح وبتجي بتقلي ماما بدك مساعده، انه مو هيك شايفني شوي تعبانه فخلي لي قلبها. يعني بتحسوا هيك البنت بتحس بامها كتير. حتى اولاد الصبيان حرام. كمان امبارحه ابني بالليل لقاني انه متضايقه كتير، يعني ما عم اقدر انه شم مثل العاده، فاجى لعندي في الليل على غرفتي النوم وجاب لي معه الدواء البخاخ. قال لي ماما بخي منه هذا كتير بيريحك، وضل مصر على ما طلع من الغرفة حتى انه عطاني اياه بخ منه. وهي قنينة المي بدكم تقولوا، ما بعرف شو بتسموها. المهم لازم اشرب باليوم اقل شي 10 ل 12 كاسة مي. بدي اسأل الصبايا كل وحدة فيكم قديش بتشرب مي باليوم؟ بالنسبة لي انا قلت لكم بشرب من 10 ل 12 كاسة، بس اغلب الاوقات يعني بشرب 10 كاسات. المهم المي كتير مفيدة للبشرة، كتير فوق ما تصوروا. انا ما رح اكذب عليكم واقول لكم انه انا من زمان انه كنت اشرب 10 كاسات او 12 كاسة، لا ابدا. صار لي بس فترة منيحة ملتزمة بهذا الشيء، لانه عن جد عن جد لقيت فرق كتير كتير لما انه الوحدة بتشرب مي وبتعطي جسمها المي الكافي، فبتاخد حيوية في البشرة. يعني هذا الشيء بيبين عليكم فورا. فنصيحة مني لكم انكم اذا بتشربوا مي قليلة باليوم، يعني 4 كاسات هي ما لا كافية ابدا. لازم تشربوا مي كتير. يعني بالنسبة لي انا كتير حسيت بالإفادة، وحابة انه انصحكم كمان بهي الشغلة. هلا ما حدا يطلع يقول لي انه انت دكتورة ومدري شو مدري شو، لا ابدا، بس الواحد بيضل بيتعلم بالحياة. يعني اي شيء انا بالنسبة لي بحب انه ابحث عنه او استفسر عنه، فبدخل وبفوت على جوجل وبدخل وبطلع وببحث وبتثقف اكثر من يعني اكثر شغلات ما كنا بنعرف. بنضل في شغلات نحن ما بنعرفها، فاي شيء انا بحب انه استفيد منه او بسمع عنه قبل ما اخده، فبحب انه يعني فوت واقرا عنه واخذ معلومات اكثر واعرف هالافاده اللي انا بدي اخذها من هالشيء اللي بدي اكله او اشربه، انه هل صحيح انه انا راح استفاد منه. وبشوف وبجرب ويعني مثل ما قلت لكم وبلا بلا بلا.
من بعد ما غسلت الفروجة كتير منيح حطيتها بالطنجرة وبدي اقيس القالب وقت ما يطلع الوش يلي عليها. بعد هيك بدي شيله وحط المطيبات وكفي سلقة. رح شيل الزفرة يلي طلعت وحط المطيبات. رح حط البصل، رح حط كمان الليمون المجفف كتير طيب الليمون. رح حط كمان الهيل، الهيل بيعطينا طعمة طيبة، وورق الغار. مع انه شلت الزفرة بس بترجع بتطلع شوي مو كتير، رح ارجع كمان اشيله. بعد هيك رح اغطي الطنجرة وعيف الفروجة تستوي. يا عيني. اليوم رح اعملكم نوعين ملوخيه، رح اعمل الملوخيه الناعمه والملوخيه الورق، بس رح اعمل الملوخيه الناعمه كميه قليله مو كتير، لاني ولادي بحبوا الملوخيه الورق وانا بحب كتير الملوخيه الناعمه. طبعا الورق عندي اياها يعني هي الاساس، بس بحب كمان بنفس الوقت اعمل شوي ملوخيه ناعمه لانه بتطلع كتير طيبه، وبالاخص اذا كانت هي الملوخيه الناعمه شغل بيت. جوزي لما راح على حلب جاب لي شوي من عند وحده صديقه يعني بنعرفها من زمان، كتير مرتبه في شغلها وكتير متقنه وبتعمل شغلات كتير طيبه. فحكيت معه وقلت لها اذا في عندك بدي تبعتي لي مع جوزي، وكان بقيان عندها هيك شوي بعتت لي اياها، ويسلم ايديها عن جد عن جد بتاخذ العقل وكتير نظيفه وكتير طيبه. فحاليا اول شي رح نضف الملوخيه الورق، لانه مثل ما بتعرفوا اغلب الجاهزه بيجي فيها يعني عوض وبيكون فيها شويه تراب وهيك شغلات، بس هذا الموجود. طبعا هي اذا كانت شغل البيت اطيب واحسن واضمن بنفس الوقت، حتى كمان لما بنعملها شغل بيت فما بتحتاج انه نغسلها لانه بتكون نظيفه كتير. رح بلش اغسل الملوخيه، بعد هيك بدي اعصرها. رح اعصرها كتير منيح وحطها بالصحن. من بعد ما استوت عندي الفروجة رح اخذ من ميتها واطبخ فيها الرز، لانه بيطلع الرز طعمته اطيب. حطيت كيلو رز وحطيت معلقتين سمنة كبار، ورح اخذ من مية الفروجة ورح احط كمان شوية ملح. طبعا من بعد ما استوت عندي الفروجة 3/4 سواها، حطيت معلقة كبيرة ملح عليها حتى تاخد نكهة الملح. دائما يا جماعة لما بسلق الفروج او بسلق اللحمة ما بحط مباشر الملح حتى ما تشد عندي اللحمة او الفروج، فبحب اول شيء انه ينسلقوا 3/4 سلقة، يعني 3/4 الاستواء، بعد هيك بحب حط الملح. من بعد ما علقت تحت الرز رح بلش حمص الملوخية. حطيت كاسة شاي زيت نباتي، ورح حط كمان سمنة، وفيكم تحطوا بس سمنة، وفيكم تحطوا سمنة وزبدة، مثلا زبدة وزيت نباتي، او عطاء السمنة او عطاء الزبدة، يعني انتو يلي بتحبوه كيف بتحبوا الدسم. رح انتظر شوي على السمنة حتى هيك تدوب عندي، وبعد هيك رح بلش حمص الملوخية. هلا يا جماعة الملوخية فينا نعملها بأكتر من طريقة، المهم بالنهاية تطلع طيبة. أنا أوقات بحمص الثوم مع الكزبرة، وبعد هيك بحط الملوخية وببلش بقليهم مع بعض. أوقات لأ، بقلي الملوخية وبعد هيك بطب عليها الكزبرة والثوم المقلى، يعني حسب، بس كل الطرق بتطلع طيبة. رح بلش ضيف الملوخية ورح بلش حمصها كتير منيح. من بعد ما انتهيت من تحميص الملوخية رح بلش حمص الكزبرة والثوم مع بعض. حطيت راس ثوم، معلقة كبيرة من السمنة، وحطيت كمان معلقتين كبار من الكزبرة. بحب كتير نكهة الكزبرة يا جماعة مع الثوم لما بتتقلى غير شكل. اعطوني رأيكم انتم بتحبوا الكزبرة الخضراء مع الملوخية ولا بتحبوا الكزبرة اليابسة؟ بالشام بيعملوها بالكزبرة الخضراء، اما في حلب فبنعملها في الكزبرة اليابسة. من بعد ما حمصت الكزبرة والثوم حطيتهم على الملوخية، ورح بلش هيك قليهم شوي مع بعض، وبتصير عندي الملوخية جاهزة. اول ما تشوفوا انه ورق الملوخية العود اللي عليها بيكون لونه فاتح، بعد هيك بصير لونه ذهبي، هيك بتكتفوا من تحميص الملوخية. بدكم تنتبهوا كتير منيح، لاني اذا حمصتوها زيادة عن اللزوم فرح تصير معكم الملوخية مرة. انا عم حاول فرجيكم اياها عن قريب حتى تشوفوا كيف صار لون عود الملوخية ذهبي.
من بعد ما فتفت الفروجة مثل ما وضح لكم حطيتها فوق الملوخية، وبعد هيك رح احط من مية الفروجة يلي سلقت فيها حتى ناخد نكهة الملوخية اطيب. انا طبيعتي يا جماعة ما بحب كتير الملوخية فيها مي، يعني بحبها متبلة تتبيل. طبعا هذا الشيء حسب رغبتكم انتو. في ناس بتحب مية الملوخية واضحة يعني كتيرة، وفي ناس لا بتحبها مثلي متبلة تتبيل. رح اضيف المي شوي شوي ورح حرك حتى اكتفي. ومن بعد ما اضيف المي رح اغطي عليها ورح احيفها تقريبا مدة ربع ساعة تتعقد. رح بلش جهز الملوخية الناعمة. حطيت معلقة كبيرة من الدهنة، وحطيت معلقة كبيرة كزبرة، وحطيت نص راس توم مهروس، ورح بلش قليهم مع بعض. هاي الطريقة للملوخية الناعمة طيبة انه نعملها بالدهنة اكتر من ما انه نعملها بالسمنة. بس اذا ما متوفرة عندكم الدهنة فيكم تستخدموا السمنة. الدهنة يلي انا استخدمتها هي دهنة مثلية، سبق ونزلت لكم طريقتها. من بعد ما حمصت الكزبرة والثوم مع بعض ضفت 3/4 كوب ملوخية ناعمة، ورح بلش حمصها كتير منيح، وبدي انتبه عليها حتى ما احرقها وما تصير معي مرة. اسمعوا لي يا جماعة صوت التحميص ولا احلى من هيك، والريحة يا سلام شي بياخد العقل. من بعد ما انتهيت من تحميص الملوخية رح ضيف المي من مية الفروج اللي سلقتها، ورح ضيف شوية فروج عليها. طبعا اكيد واضح عليكم كمية الملوخية الناعمة اللي انا عملتها مو كتيرة. وانتبهوا كتير منيح من بعد ما تضيفوا مية الفروج وتضيفوا الفروج عليها انه ما تحيفوها كتير عم تغلي، يا دوب يعني مدة ربع ساعة مو اكتر من هيك، لانه اذا عفتوها كتير عم تغلي رح تفرط معكم، فانتبهوا على هي الشغلة. الملوخية الناعمة والملوخية الورق والرز صاروا عندي جاهزين، والريحة بتاخد العقل. بدي اقول لكم شغلة يا جماعة، انه الملوخية الناعمة طعمتها مختلفة تماما عن الملوخية الورق. نكهتها كتير طيبة، وفي كتير منكم ما بيعرفوها. الملوخية الناعمة معروفة عنا بحلب، كتير بنعملها لأنه لها نكهة خاصة فيها مثل ما قلت لكم، وطعمتها كتير طيبة. وحاليا نزلت لكم الطريقة حتى انتم كمان تعملوها إذا ما بتعرفوها وما يكونوا مجربينها، جربوها وما رح تندموا أبدا على هالطريقة، لأنه كتير طيبة. وبرجع بقول لكم النكهة مختلفة تماما عن الملوخية الورق. التنتين طيبات. أنا بالنسبة إلي النوعين بحبهم، وبحب انه لما تكون متوفرة عندي الملوخية الناعمة انه اعمل شوي ناعمة، واعمل كمان ملوخية الورق. من بعد ما انتهيت من تحضير الملوخية عملت لأولادي الكيك اليومي، وعملت لهم كرات راس العبد، او فيكم تقولوا عنهم كرات بالشوكولا، يلي بدكم يا سموه. المهم صاروا كتير كتير طيبات، والكيك طلع روعة. بفيديو تاني رح نزلكم الطريقة. بهذا الفيديو ما قدرت انه نزلكم الطريقة لانه رح يصير الفيديو كتير طويل، فحابة بالفيديو التاني انه نزلكم الطريقة. ولهون بيكون انتهى الفيديو لليوم. اذا حبيتوا حطوا لايك للفيديو واعملوا مشاركة للفيديو، وبشوفكم بفيديو تاني، وباي باي.